أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. شايفين العمارة اللي قدامنا دي؟ العمارة دي من الزمن الجميل ده، بيت عائلة جربوعة. أيوة، إحدى عائلات الشوام. عنوان المكان بالظبط 17 شارع إبراهيم عبد السيد، مع تقاطع شارع فؤاد وامتداد شارع البطالسة. إبراهيم عبد السيد هو من أعظم وأول دكاترة الجهاز الهضمي في مصر واسكندرية، وكمان كان الدكتور الخاص بالملك فؤاد. عائلة جربوعة أو فرانسيس جربوعة وإخوته كانوا من كبار مزارعي القطن وتجارة القطن، وهم من الشوام. والمربع اللي احنا شايفينه ده قدامنا اللي هو تقاطع شارع فؤاد مع شارع البطالسة وشارع عبد السيد، كان المربع ده كله كان ملكهم هم. وكمان أيضا في قرية باسم جربوعة في محافظة البحيرة، كانوا العيلة دي كانت بتمتلك كل أو معظم جميع الأراضي الزراعية في البحيرة. المبنى ده كان ملك الدكتور عبد النعمان، وكان خلانه عائلة جربوعة. الدكتور عبد النعمان كان من أعظم دكاترة العيون، وكان صديق شخصي للملك فاروق الله يقدس روحه. الدكتور عبد النعمان كان واحد من اللي شارك في بناء مستشفى الرمد، ووصل لمنصب مدير مستشفى الرمد. البيت ده مبني من عام 1886، وكانت تكلفة بنائه حوالي 2000 جنيه مصري ذهب. لما كان الجنيه المصري كان ذهب، الجنيه أصبح عملة رسمية لمصر اللي هو الجنيه الذهب في عام 1885 تباعا لقانون الإصلاح النقدي المبني على قاعدة معيار المعدن الواحد الذهب. طبعا المكان هناك معظمه في منطقة الحي اللاتيني، في سراديب كتيرة قوي تحت الأرض. يعني في سرداب تحت العمارة دي، عمارة جربوعة، والعمارة اللي قصادها عمارة توريل. زي ما احنا شايفين كده، كان تحت أسفل العمارة في محلات. المحل ده كان اسمه راديو شاك، طبعا كلنا عارفينه، لكن واضح ان هو حاليا مغلق. طبعا عايزة اقول لكم ان عائلة جربوعة لسه موجودين ومقيمين في البيت الجميل ده اللي هو من الزمن الجميل. وكمان عندهم عمارة في منطقة زيزينيا بجوار قصر الصفا. العمارة بتاعتهم برضو مشهورة جدا في زيزينيا. وأتمنى أن المحتوى يعجبكم، وإلى اللقاء، وفي حب اسكندرية دايما نلتقي.